السلام عليكم ورحمة الله. عبد المجيد تبون يستعد للحرب. الجمهورية الجزائرية تضم صفقة طائرات من جمهورية تشيك. لهذا السبب المراركة وحفتر في ورطة شديدة. هنعرف تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك. اقتربت الجزائر من شراء صفقة طائرات التدريب النفاثة المتقدمة ال39NG من جمهورية تشيك، وذلك بهدف تعزيز قدرات السلاح الجوي الجزائري وتدريب أجيال جديدة من الطيران. وكما نعلم أن الجيش الجزائري من أقوى جيشين عربيين هو والجيش المصري، وكان ينقصه قليلا العديد من الطائرات الحديثة، وها هو عبد المجيد تبون يقترب من إكمال الجيش الجزائري. وتتميز طائرات ال39NG بتكنولوجيتها المتطورة التي تجعلها خيارا جذابا للعديد من القوات الجوية حول العالم، فهي مزودة بأحدث أنظمة الطيران وإلكترونيات متقدمة ومحرك قوي جدا يمنحها قدرات عالية على المناورة والوصول إلى مديات أطول. بالإضافة إلى ذلك يمكن تجهيز الطائرة بأسلحة متقدمة ومتعددة، مما يجعلها قادرة على أداء مهامها هجوميا إلى جانب دورها الأساسي في التدريب. ويتوعد عبد المجيد تبون أي شخص يحاول القرب من الأمن الوطني للجزائر، خاصة حفتر أو المغرب. ومع وصول هذه الطائرات لن يستطيع أي أحد النظر إلى الجزائر حتى. وفي حال فوز عبد المجيد تبون في انتخابات الجمهورية الجزائرية، فأعتقد أن كل شخص سيعاد إلى مكانه الطبيعي، وسنجد خليفة حفتر في جحره كما اعتدناه سابقا، والمغرب أيضا. شاركنا رأيك أخي الكريم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.